موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الجولة السابعة من الدوري الاسباني. بس قبل اي حاجة، لو انت مهتم باخبار نادي ريال مدريد والدوري الاسباني اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. كل الانظار هتتوجه لملعب واندا متروبوليتانو اللي هيحتضن القمة النارية بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد الجولة السابعة من الليجا الاسبانية. ماتش دايما بيكون مليان ندية وحماس وجنون جماهيري. ريال مدريد داخل اللقاء وهو في قمة فورمته، حقق العلامة الكاملة من 6 مباريات 18 نقطة، متربع بيهم على قمة الدوري الاسباني، وبيسعى يواصل سلسلة الانتصارات علشان يوسع الفارق مع المنافسين ويحافظ على الصدارة. على الناحية الثانية اتلتيكو مدريد بيحاول يرجع بقوة، دخل المباراة بعد فوز مهم على رايو فايكانو 3-2 في الجولة السادسة، وبيحتل حاليا المركز التاسع ب9 نقاط من 6 مباريات، وهيحاول يستغل عامل الارض والجمهور علشان يوقف قطار الريال السريع. اما عن تاريخ مواجهات الفريقين فبيكشف ان الكفة الراجحة لصالح ريال مدريد، لان اتلتيكو مدريد قدر يفوز في مباراتين بس من اخر 18 مواجهة جمعتهم في الدوري، وده بيزود التحدي قدام رجال المدرب دييجو سيموني انهم يكسروا العقدة. اما عن موعد المباراة فالمباراة يوم السبت القادم ان شاء الله 27 سبتمبر الساعة 5:15 بتوقيت مصر والسعودية، 6:15 بتوقيت الامارات، على ملعب واندا متروبوليتانو معقل نادي اتلتيكو مدريد. كده وصلنا للنهاية. لو انت مهتم باخبار الدوري الاسباني اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.